سابت الهندسة عشان الرقص، ومن سحرها وقفت اليونسكو جنبها. دي إيمي سلطان، واعتقد معظمكم عارفينها، ولو ما صادفش انكم شفتوها قبل كده فهي مهندسة قررت ترقص على انغام جدول الضرب وتقبض بحسابات زوايا المثلثات. إيمي وقعت في حب الرقص من صغرها، ومحدش وقف جنبها لما قررت تتجه لعالم الرقص. بنت نفسها بنفسها لحد ما اسمها بقى ماركة مسجلة في عالم الرقص الشرقي. تعالى هنا بقى كده قبل ما اكمل كلامي وما تخليش خيالك يسرح بعيد. هي رقاصة بس خطوطها الحمراء اكتر من حركات رقصها. سامعك وانت بتقول فعلا كلامك صح الصح يا قرو، وملكي عليا حلفان بأمارة بدل رقصها واللي بتبين قد ايه انها رقاصة من عيلة محافظة. هرد عليك واقول لك ايمي دي حكاية عكس توقعاتك على الاخر. فتعالى بقى اما اعرفك قصتها من طقطق لسلام عليكم. بص يا سيدي، ايمي دي بنت مصرية اتولدت في سنغافورة واتعلمت هناك رقص الباليه من وهي عمرها 5 سنين، وفعلا فضلت على الحال ده لحد ما وصلت لسن 15 سنة وبقت محترفة فيه. وساعتها قررت انها تيجي مصر وترجع لوطنها الأم عشان تقدم فنها فيه. وفعلا بدأت تقدم عروض الباليه في الأوبرا المصرية، وده طبعا جنب دراستها. إيمي كانت منظمة جدا وقدرت توفق بين الشغل والدراسة لدرجة إنها عرفت تدخل كلية الهندسة في بريطانيا. ولكنها بعد ما خلصت الدراسة ما لقتش نفسها في الهندسة ولا حتى الباليه، وكانت حاسة إن جواها طاقة مكبوتة ولازم تطلعها بشكل يليق بيها ويعبر عن شخصيتها. وفي يوم من الأيام وهي مسافرة مع شلتها تركيا عملوا ليها مفاجأة وعزموها على سهرة خاصة. شافت هناك فيها راقصات محتشمات بيرقصوا على أنغام أم كلثوم وعبد الحليم، وده صح جواها روح الراقصة الشرقية اللي عايزة تنطلق. ومن بعدها حب الرقص عشش في قلبها، وقررت إنها تتجاهل نظرة المجتمع ورأي أهلها وأي حاجة ممكن تعطلها عن تحقيق الحلم ده. وفعلا اتجهت للرقص الشرقي. إيمي لما أخدت الخطوة دي قررت تدرسها كويس قوي، عشان كده اتعلمت على إيد رقاصة محترفة عشان تبت عليها يعني بخبرتها. إيمي بتشوف إن بدل الرقص الشرقي ما تفرقش حاجة عن الباليه، ده غير إنها ملتزمة ببدل رقص محتشمة، وده من أول ما انطلقت المهندسة الراقصة في عالم الرقص الشرقي من سنة 2014. وده حصل بعد ما راقصة الفندق اعتذرت عن حفلتها، فأخدت إيمي مكانها وأثبتت موهبتها. وساعتها صيتها عدى بره مصر لدرجة إنها أحيت حفل زفاف ملكي ببدلة مرصعة بالألماس، ودخلت مجال الفن من خلال مسلسل نصيبي واسمتك. ده كله كوم. وسنة 2022 كوم تاني خالص في حياة إيمي، لأنها قدرت تكون أول راقصة مصرية تقدم حفلة استعراضية في المتحف القومي بحضور السفير الأسباني بالقاهرة، ده جنب إنها أول راقصة تقدم وصلة رقص في حرم الجامعة الأمريكية. أصل إيمي مش رقاصة عادية، دي أسست معهد تقسيم بدعم من منظمة اليونسكو. المفاجأة إنها مش مجرد بتعلم أصول الرقص الشرقي، لأ دي واخدة بحث علمي وشوية هتحضر دكتوراه فيه كمان. إيمي شايفة إن الرقص مش عيب، وقالت العيب في العقول اللي بتقلل من جزء في حضارة وثقافة بلدهم. وبررت نظرة المجتمع وقالت الرقص مظلوم في مصر بسبب ارتباطه بالملاهي الليلية، لكن هو في الأساس فن مش حاجة عيب، يعني العيب في العقول اللي بتقلل منه. إيمي شايفة إنها شبه سوير زكي وسامية جمال في التحديات اللي واجهتهم عشان يظهروا فنهم للناس. شفتوا يا جماعة احنا طالعين زمين البناية ازاي؟ لأن زي ما حضراتكم شايفين احنا واقفين قدام مهندسة سابت الهندسة عشان الرقص، لكنها عملت قواعد ميزتها عن أي رقاصة تانية لما قررت تتبع استراتيجية الست اللي على حق تعمل أي حاجة وما يهمهاش أي حد.